دولة الكويت، أن رئيس دولة المسخ هذا بن زايد ما هو جاي، الأمير هذا بن زايد، أن السلطان عمان ما هو جاي، أن الملك المعظم كما يحب أن يسموه تاع البحرين ما هو جاي، حتى الرئيس اللبناني ما هو جاي، حتى الرئيس العراقي قالوا ما هو جاي، والرئيس اللبناني راهو على نهاياته، والعراقي في الحقيقة لا سلطة له، لأن السلطة الحقيقية في يد رئيس الوزراء. والآن في احتمالات كبيرة أن المجرم السيسي ما يجيش، لأن راه عنده رعب حقيقي، وهو أن المصريين ينادون الآن بالخروج يوم 11 أي 11 نوفمبر، وقلق داخل السلطات المصرية، قلق حقيقي من أن قد تكون انتفاضة حقيقية. لكن حتى لو ما تكونش راهو مرعوب حقيقة، وخرج إلى درجة يقول باللي كل الأموال اللي تلقيناها واللي خذيناها قروض ما نفعتناش. طبعا كانوا يجيبوا لكم أموال قارون تروح، انتم كأنكم في مثلث برميدا، يعني هذه الجنرالات، هذه الأنظمة، كل الأموال اللي تدخل عندها تروح في النهب الكبير العظيم. فالسيسي ممكن جدا لأسباب داخلية، ولكن أيضا لأسباب تتعلق بمشاكسة العصابة عندنا. فالملف الفلسطيني هو ملف تحت المخابرات المصرية. المافيا نتاعنا راح جابت مست لهم الملف، بالرغم أنهم حسب الأخبار اللي وصلتني من خارجية جزائرية أنهم كانوا داروا اتصالات مع المصريين ومع السعوديين ومع كلهم، قالوا احنا رانا رايحين فقط نحاولوا نضغطوا على هذو حماس والجهاد هذو اللي مرات يديروا المقاومة باش يقبلوا يولوا داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ونخلوهم يتعاملوا مع عباس، وبالتالي ما يكونش في مخاطر حتى على إسرائيل فيما يتعلق بأن هذه المنظمات اللي تقوم أحيانا بالمقاومة. راكم تشوفوا ايش راح يحدث هذه اليومين. الكيان الإسرائيلي أقدم على قتل أكثر من 25 فلسطيني في شهر أكتوبر، ومن جانب الإسرائيلي فقد شخصين عسكريين في أكتوبر، وأعتقد واحد عسكري واحد مستوطن، وعدد من الجرح. مع ذلك خرج وزير خارجية بلينكن باش يقول على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يخففوا ويهدئوا من الصراع، يجعلهم كيف ما بين قوة محتلة مدججة تعتبر من أكثر البلدان قوة عسكرية، وما بين شعب أعزل لا يملك إلا إرادته أو ربما بعض البنادق أو صواريخ صغيرة. المهم لما نرجع الملف، ممكن السيسي أيضا ما يجيش. يبقى السؤال الآن ملك المغرب هل يجي ولا ما يجيش؟ إذا شاف الآخرين ثاني ما جاوش، وشاف باللي ما زالت الأمور بيناتهم متوترة وما فيش حل، لأن أنا من بين القراءات اللي درتها هي أن بن سلمان ما جاش لأن ربما كانوا عرضوا عليهم، وهذه كنا شفناها، كان السفير السعودي حتى هاجم تبون وهاجم النظام قبل سنة ونصف، عندما خرج تبون وقال قبل سنة وشهرين، في أعتقد في شهر سبتمبر الماضي، قبل 13 شهر، خرج السفير السعودي، كنا تكلمنا عليها في الوقت هنا، وهاجم النظام في الجزائر. وكان أول مرة السعودية تهاجم النظام علنا. علاش؟ لأنهم كانوا سمعوا تبون قبلها يومين والله يقول باللي طلبت من وزير الخارجية باش يقول لهم، أي لما حضر مجلس وزراء الخارجية العرب كما يسمى، ما كانش وساطة، لا نقبل أي وساطة. وكانت السعودية قبلها قالت من أنها تريد أن تتوسط ما بين الجزائر والمغرب. طبعا السعوديين ما يسمحولوش فيها هذه، يعني لأنه شعروا بالإهانة، فخرجوا سبوهم في سبتمبر الماضي. ولكن جات الآن ضربة القمة، وهم فهموا، هذا المجرم تاع السعودية فهم بأن المافيا اللي عندنا تريد أن تظهر هذه القمة وكأنها شيء عظيم لم يسبقهم لها أحد،
وأنه لم لشمل العرب ومانيش عارف واش من لم لشمل. الأنظمة العربية متشاكسة متصارعة تقريبا كلهم، القطري متضارب مع الإماراتي، وإلى حد ما مع السعودي، وإلى حد ما مع المصري اللي كانوا والبحريني اللي كانوا حاصروه كله. المصري الآن حتى راه بدا ولا عنده انزعاج مع الإماراتيين اللي نهبوا كاع البلاد، ومع الليبيين الحكومة هذه اللي راهي موجودة الآن، ومع بشار، النظام الجزائري مع النظام المغربي كالطول الفار وأشياء أخرى. فهذه الأنظمة كلها متشاكسة ومتصارعة ومتخاصمة يعني. واش من لم شمل يعني. وكانوا وعدوهم باش يجوا، قالوا لهم لكن المجرم تاع سوريا ما يجيش. وقبل النظام الجزائري بهذا الشرط، السعودي الإماراتي القطري، لا مش الإماراتي عفوا، السعودي القطري. لكن مع ذلك وبقاء هذه اللعبة اللي دارها بن سلمان كما اللعبة اللي دارها البايدن في موضوع البترول. يعني في آخر لحظة خرج عكس ما كان وعد به بايدن. بن سلمان فعل نفس الشيء مع تبون وتبعوه الآخرين، بمعنى أن هناك 6 أو 7 رؤساء دول، سواء كانوا ملوك أو كانوا أمراء أو مدنيين، 7 لن يحضروا. يبعثوا للزاجوان تاعهم، يبعثوا نوابهم أو ما أقل من نوابهم لكن هذه فضيحة لتبون المافيا، لأنها كانت تريد أن تظهرها للشعب الجزائري أنها انتصار عظيم، مثل ما أرادوا أن يظهروا ما سموه باللم الفلسطينيين، لم شمل الفلسطيني انتصار عظيم، باش يخادعوا شوية لداخل الناس. لأن كاين بعض الناس يعتقد أن النظام ماشي مليح في الداخل، لكن السياسة الخارجية مليحة. راكم غالطين، أو دبلوماسي اللي يقولها لكم ماهوش راه ما كانش سياسة خارجية تكون مليحة إذا كانت السياسة الداخلية ماشي مليحة، ما كانش، ما تكونش. يعني السياسة الخارجية هي مرآة للسياسة الداخلية. هذا واحد. الحد الثاني، وين مليح في أي موضوع، حتى في موضوع الصحراء اللي تدفع عليه عشرات المليارات من الدولارات والدبلوماسية تشتغل عليه. إسبانيا اعترفت بالطرح المغربي، ألمانيا مؤخرا اعترفت بالطرح المغربي، بلجيكا اعترفت بالطرح المغربي، هولندا اعترفت بالطرح المغربي. يعني نتكلم على هذا الشهور الأخيرة. يعني قضية الصحراء للعصابة صرفت عليها بلا حدود كثير من الدول. هاي أمريكا قبل ذلك اعترفت بالطرح المغربي، وكانوا يعتقدون أنه لما تجي إدارة ديمقراطية ويجي بايدن خلاص يعاود يتراجع على ذلك. لا، أمريكا اعترفت في بايدن ولم يتراجع عنها وقت ترامب، ولم يتراجع عنها بايدن. أما في القضايا الأخرى فأفريقيا الآن بين النفوذ الروسي والصيني والأمريكي والفرنسي، وزاد عليهم حتى الأتراك. ليبيا لا تأثير لنا فيها، تونس لا تأثير لنا فيها، إلا أننا نعطوا المال لسعيد اللي هو تدير المخابرات المصرية والسعودية والإماراتية. وين السياسة الخارجية اللي ناجحة؟ وين؟ كلام كذب. أما يقوله العمامرة وزاد كرروا اليوم، قال لك انتخبت الجزائر في مجلس حقوق الإنسان، وهذا اعتراف بها وبأنها ترعى حقوق الإنسان. هل فيه واحد في الجزائر يصدق أن هذه العصابة مع حقوق الإنسان أو ترعى حقوق الإنسان؟ ثم الانتخاب اللي سماوه كان أوتوماتيكي. كانت هناك 3 مقاعد مخصصة لإفريقيا، وكانوا 3 دول مترشحين، اداوا كل واحد دا كرسي، لأنها بالدور كل 2 و3 يجي بلد آخر وهكذا. فما فيش سياسة خارجية مليحة، لأن البعض يحب وكأن قضية كي يقول سياسة خارجية مليحة وكأنها هذه في مصلحة الشعب. لا، مش مصلحة الشعب. لو كانت السياسة الخارجية مليحة مش مصلحة الشعب، لأن هذه العصابة تتغول علينا بالخارج، ولأنهم سياستهم الخارجية فاشلة فهم يدفعوا من الأموال من الخزائن تاع البلاد.
حتى في تعليقات الآن يقول لك ربما تبون يقول لهم يلا هذه تتعاود هاي، كما كان بعض السفهاء على الماتش يقول لك راح يتعاود، وقعدوا أسابيع وهم يقولوا الماتش راح يتعاود والجزائر راح لقطر. شخصيا يومها أنا ما نحبش ندخل كثير في الأمور تاع الفوتبول، بصح يومها علقت وقلت مش الماتش مش راح يتعاود، واللي راهم يقولوا للناس هذا راهم يبيعونهم في الأوهام ويبيعونهم في الكذب والنفاق والخداع. فخرجوا بعض ذبابهم يسب ويهاجم إلى آخره. والله لا أستمع لهم أصلا، غير وش يقول لي مرات المساعد، وحتى في المطارات الأخيرة مولاش يقول لي، لأنه يعرف أني لا أستمع لهم ولا ألقي لهم بالا. لكن هذا كل اللي كانوا يخادعوا في الناس والماتش يتعاود والماتش يتعاود، والله لا شيء، كلام فارغ، خداع، أوهام. فتعليقا من بعض الأفاضل وبعض الحراكيين قال لك راح تبون يقول لهم الماتش القمة تتعاود، لأن كثير من هؤلاء الطغاة اللي هم رؤساء دول على أساس أنهم حاجة كبيرة قالوا ما نجوش.